السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في شرح جديد في قناة أحمد أونلاين. الليلة حنتكلم عن موضوع جديد، على إنه إذا في زول حول لك قروش بالغلط في تطبيق بنكك، أو أنت حولت قروش بالغلط لزول في تطبيق بنكك، كيف ترفع البلاغ بالطريقة الجديدة. تطبيق بنكك جاب لنا حركة جديدة على أساس إنه تقدر ترفع بلاغ للشخص اللي جاته القروش بالغلط، وينبهه لها ويوريه إنه في قروش جاته بالغلط، وهو على حسب ذاك بعدين بيستجيب. ف... فموضوع الحلقة الليلة بيتكلم على إنه كيف ترفع بلاغ للشخص، ويظهر له أول ما يفتح التطبيق بتاعه بتاع بنكك بيجيه إشعار إنه جاته قروش بالغلط، وهو بعد ذاك على حسب إنه يوافق يرجعه أو ما يوافق. إذا ما وافق فده بعدين بيعرضه لمساءلات قانونية وكده. فيلا نبدأ الشرح. أول حاجة تفتح التطبيق بتاعك بتاع بنكك، تخش المعاملات السابقة. بتخش مثلا التحويل اللي ب20 جنيه ده عملناه، فلنفترض انت حولته بالغلط لزول. تخش حتلقى على يدك الشمال اللي تحت زي ما موضح لك تحويل خاطئ، تدوس في علامة تحويل خاطئ دي، بتجيك الأحكام والقوانين. لا 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 لا، ما في طبعا بقرا، بتدوس على وافق على الشروط والقوانين، تعمل صح، بتدوس موافق. قال لك تم إرسال إشعار تحويل خاطئ للمستفيد. يلا كده الإشعار يترسل له، والتذكير بيتم خلال 24 ساعة. كده بالطريقة دي يترسل للزول إشعار إنه أنت حولت له قروش بالغلط، حيجيه باسمك وبالمبلغ وبالتفاصيل كلها. فأنا أشوف وقت الزول التاني مثلا، فلنفترض إنه الزول بيجيه شنو. يلا الزول التاني أول ما يفتح تطبيق بنكك بتجيه رسالة تم استلام إشعار تحويل خاطئ على حسابك. الرجاء الضغط على زر التنبيهات لمعرفة تفاصيل المعاملة، بتدوس موافق. بتظهر له على يدك اليمين الفوق علامة جرس كده، دي جديدة، بتدوس على الجرس دي اللي هي بيوريك فيه التنبيهات، بيجيك وصيغة الأحكام والتحويل عن طريق الخطأ، بتدوس موافق. قال لك ادعي صاحب الحساب عليه تحويل محاملة خطأ، يعني ده جاك إشعار إنه في دول قال يا أخي القروش دي جاته بالغلط، أنت بتدوس فيها. جاتك بفوق باسم مثلا أحمد عصام عبد الرحمن، مجرد ما دوست فيها بتجيك 3 خيارات: إرجاع المبلغ، رفض الطلب، إلغاء. إذا دوست إرجاع المبلغ بيرجع للزول طوالي، إذا دوست رفض الطلب كده ما حترجع له، وإلغاء ده معناه بس تتجاهل الموضوع ما أكتر يعني. فالغالبية إذا دوست على إرجاع المبلغ بيجيك اضغط على خيار إرسال لإرجاع المبلغ إلى المرسل، بتدوس إرسال. بالطريقة دي كده القروش رجعت للزول اللي هو حول غلط. فبرضه في نقطة يعني لسه ما قدرنا نوصل لها، إنه الزول لو أنا رفعت البلاغ ده والزول ده ما عنده التطبيق بتاع بنكك، فدي برضه مشكلة. لكن بيقدموا لنا ناس بنك الخرطوم قاعدين يحسنوا في التطبيق ويرفعوا من جودته كل يوم، والله ماشي في تطور شديد، وقاعد يحلوا مشكلات يعني كنا مستنينا من زمان انها تتحل. فنتمنى التوفيق للجميع، وربنا يوفقنا وان شاء الله، ويوفق ناس بنك الخرطوم انه يساهموا في تطبيقهم ده اكتر واكتر، يعني بجد يقدر للناس كلها حواجة. وشكرا لكم كتير، ومع السلامة.